السلام عليكم. ازيك يا عزيزي المتابع، واهلا بيك في قناتي. انا لول، ودي قناتي لول جيمر. بما ان انا لسه فاتح القناه ده جديد، وكنت نفسي اعمل اي فيديو من زمان قوي، ولكن ما تاحتليش الفرصه ان اعمل الفيديوهات دي من فتره كبيره جدا. فاضطريت ان انا افضل مستني لحد ما ياتي هذا اليوم الكريم في الشهر الكريم، وهو شهر رمضان المبارك. فطبعا احب اقول لك كل سنه وانت طيب يا عزيزي المتابع، واتمنى انك تتابع هذه القناه، ونفضل مستمرين في القناة دي لأطول مدة ممكنة، ونجيب أكتر نوع من أنواع الفيديوهات وتعجبك. طيب 2023 خلاص خلصت، وبدأنا في سنة جديدة في الشهر الكريم اللي احنا فيه دلوقتي، وهو شهر رمضان. ويعدي عليا فترة من الفترات أخيرا، وأبقى دلوقتي قادر على إن أنا أعمل فيديو جديد وفي رمضان. طيب من ناحية للقناة بتاعتي، وهيكون عبارة عن إيه؟ الحقيقة بشكل عام أنا مش قادر أقولك على حاجة معينة، لأن أنا فيها كمية أفكار كتير أوي يعني في بالي وداخلين في بعض، ومش عارف أفكر أختار إيه من وسط الأفكار دي. هل نخليه قناة جيمر، ولا نخلي القناة دي بشكل عشوائي نختار موضوع ونتكلم عنه، ولا رياكت عن لعبة، ولا تصميم ألعاب، ولا حاجات تانية كتير. بما إن كده كده أصلا القناة اسمها جيمر، فأنت أكيد يعني فاهم إن أنا مش هخرج برا الموضوع ده. ولكن لما حاولت أبص حواليني، لقيت إن في ناس كتيرة جدا عاملين فيديوهات، ويمكن أكون أنا يعتبر في الآخر خالص، يعتبر يعني في ورا خالص من ناحية الأتوبيس. فصعب أوي إن أنا أوصل لمقدمة الأتوبيس إلا لما أول حاجة أحاول أعمل سيت اب للقناة بتاعتي، وأعرف منها نعمل محتوى كويس. وطبعا يا عزيزي المتابع، مش محتاج أقولك إن أي قناة محتاجة شغل وجهد كبير جدا عشان نعرف نطلع فيديو بشكل عام كواليتي كويس وفكرة كويسة يعجب حضرتك. وطبعا من أهم الحاجات الموجودة في أي قناة ويكون مهمة، وهو المتابع الجميل اللي زي حضرتك طبعا، واللي هيعمل لنا إن شاء الله يعمل لنا لايك ويشترك في القناة. وانت عارف بقى الباقي. بس طبعا حابب ان انا اطلب منك طلب، ان انا صراحة ما عنديش افكار، يعني بمعنى اصح بشكل كامل، ويمكن يكون الأفكار نصها ناقص. فلو أنت حابب تكون نتكلم عن موضوع معين أو فكرة معينة أو حوار عايز أتكلم عنه في القناة، فطبعا أنا ما عنديش مانع، وأحب طبعا أشوف رأيك اللي نفسك خليني أعمله في القناة بتاعتي. فطبعا يا ريت تنزل بقى في الكومنت وتكتب اللي أنت عايزه، أولا تكتبهاش، ثانيا تقولي لو أنت في حاجة معينة نفسك نعملها في القناة دي، حتى لو كنت أنت أصلا متابع واحد، فصدقني أنا هعمل لك الفيديو ده إن شاء الله لو عشان واحد بس. فطبعا احب طبعا اخيرا قبل ما نبدا بقى في الفيديو بتاعنا، واللي هو بشكل عشوائي عموما، انك تكون بشكل ما مبسوط ان انت بتتفرج على الفيديو بتاعي. ثانيا وده الاهم، بما ان احنا في شهر رمضان، فاتمنى بشكل عام ان احنا نحاول على قد ما نقدر نركز في حاجات الاهم، واللي هو الصيام، واللي الظاهر ان هو مش واضح عن بعض الناس ان هم مهتمين بيه. او بمعنى اصح، مش قصدي صيام الاكل والشرب، كمان صيام عن الشتائم واسلوب اللي انتوا فاهمينه، يعني اللي هو كل انواع الصيام من حيث الغرائز والابتعاد النظر، وكل شيء يبعد عنك الاسلوب السيء، وعلى الاقل يحسنك في الصيام. ولكن بما اننا بقى خلاص هنفتح في الموضوع، فانا حابب نقول نتكلم عن رأيي في الفترة اللي فاتت اللي قعدتها في رمضان، واول 10 ايام فيه. الحقيقة انا اصطدمت من الفيديوهات، من كمية المسلسلات والحاجات اللي نزلت، ان هي سببها الوحيد ان هي ناجحة وعاملة ترند، ان هي داخلة في اسلوب مختلف شوية او نوع واللي طبعا عبارة عن مشاهد احنا كلنا شفناها، واللي طلعت ترند الفترة دي. بس أنا مش عايز أتكلم عن الحوار ده، أو مش ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة. فخلينا ندخل في موضوع الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن مسلسلات رمضان، وأقول رأيي في المسلسلات في ال10 حلقات اللي أنا شفتهم من أول رمضان لحد يومنا هذا. فطبعا ما تقلقش، في فيديو تاني ممكن أكمل عليه باقي الحلقات وأقول رأيي الكامل عن المسلسل كله من أوله لآخره. طيب نيجي نبدأ من المسلسلات اللي عجبتني. طيب هتكلم على أول مسلسل حقيقي عجبني، ويعتبر ده أول مسلسل شفناه في أول ليلة في رمضان، وهو مسلسل أشغال شقة. مسلسل يعتبر نوعا ما دمه خفيف، مفهوش أفكار كتيرة قوي، أو نوع من أنواع الرغي والجو ده. الإفيهات بتاعته يعني تضحك شوية، واحنا يعني نوعا ما إفيهاتها حلوة جدا. طبعا بيحكي عن قصة اتنين متجوزين، واحد اسمه هشام والتانية اسمها ياسمين. وياسمين تعتبر مش يعني زي ما بيقولوا زي أمهات النهاردة، يعتبر معظمهم مش عارفين يتعاملوا مع الأطفال، أو بمعنى أصح إنها تتعامل نفسها كأم وبس، وتبدأ تحصل على الوضع ده. وطبعا إن أنت بتلاقي مشاكل ما بين العروس، الزوج والزوجة، ما بينهم وما بين أهلهم شوية، وشوية ما بين الحياة الطبيعية إن كان في الشغل
أو إن كان في الحياة العامة يعني جوه البيت. وتفضل القصة دي وتبدأ إن هي تطلب أو ياسمين تطلب من جوزها إن احنا عايزين شغالة تشتغل معايا في البيت وبس. الحقيقة أنا مش عايز أقولك على حاجة، بس هو المسلسل يعتبر حاليا لحد دلوقتي هو عمال يغير في دادا، يعني أول دادا تكمل معاك حلقة واحدة، التانية حلقتين وهكذا. طبعا نيجي لنفس المسلسل اللي بعده واللي يعتبر من أهم المسلسلات، والحقيقة ده أول مسلسل، والحقيقة ده يعتبر أول مسلسل يتم عرضه عن مثلا الحياة بتاعت زمان والعصر الزمان بتاع عصر بعد الإسلام، واللي هو العصر بتاع بعد الفاطمي، وهما جماعة واللي احنا كلنا عارفينه اسمه مسلسل الحشاشين. أيوة المسلسل ده. طيب مسلسل الحشاشين، أول حاجة يعني شابوه جدا لكريم عبد العزيز لاختيار المسلسل ده مبدئيا كده. ثانيا يعتبر المسلسل ده من أحسن المسلسلات اللي يعتبر اتعرض. طبعا لو انت متعرفش المسلسل ده يعتبر القصة بتاعته واحد حكاها قبل كده واللي احنا كلنا عارفينه الدحيح. كده كده زي ما انت شايف دول كام لقطة كده زي ما انت شايف كده للحلقة اللي هو كان بيعرضها، فهتلاقي طبعا سايبلك الحلقة بتاعته في البايو تحت في الوصف عنه. أما بقى من ناحية بقى القصة عموما فهي هتلاقي فيها شوية تفاصيل شوية معرفش هل يعني مش متأكد برضه هل التفاصيل دي صح أو لأ. فإن أنت لو خدت بالك إن القصة بتتكلم عن واحد اسمه حسن الصباح، وده يعتبر من أكتر الأشخاص المهمين في القصة، واللي هو أصلا بتتكلم عن 3 أشخاص بعد الفترة الفاطمية تحت حكم الظلم شديد جدا من ملكهم. وطبعا هم عايزين يمسكوا الحكم او بمعنى اصح عايزين يغيروا الحكم من حكم الظالم للحكم العادل ما بين الناس وما بين المجتمع. طبعا بعد ما يتم المسلسل وان انت بتبدأ تشوف اول اجزاء منه فبتبدأ تفهم الموقف كل وقت. طبعا القصة يعني جامدة جدا، ولو انت حابب يعني تخش عمق شوية في التفاصيل ممكن تتفرج الأول على الحلقات عادية وبعديها تبدأ بقى تشوف القصة الأصلية وتفهم وتشوف ايه الفرق ما بينهم. طبعا بعد كده نبدأ بقى نخش على المسلسل اللي بعده اللي أنا يعتبر من أول المسلسلات اللي أنا هتكلم عنها دي. فأنا أقول لك على حاجة، المسلسلات دي مش وحشة هي حلوة، بس الحقيقة يعني في مسلسلات متاخدة من قصة قديمة وفي مسلسلات عادية وفي مسلسلات بتحكي قضية معينة. ومن أول المسلسلات من بعد المسلسل ده يعتبر ده مسلسل يعني عادي ممكن تتفرج عليه وممكن لأ، وأنا بسيبلك الرأي برضه في الآخر، واللي هو مسلسل نسبة مشاهدة. يسطا المسلسل في نسبة مشاهدة بيتكلم عن القصة والقضية بتاع كل مرة، وهي قضية المشاهدات والحاجات دي. فطبيعي جدا إنك تشوف مسلسل زي ده أو بمعنى صح قضيته معروفة وقصة عادية وتتكلم عن واحدة تبدأ إن هي تشير مرة واحدة تترمي ترند. وده يعتبر جزء من بداية المسلسل إن هي تحكي لك بقى مواقفها وهي بعد ما طلعت الترند وبتحاول إن هي تخبي الموضوع ده عن أهلها، ولكن حاليا هي اتكشفت. حاليا أنا معرفش آخر المسلسل ده إيه أو هيكون موقفه إيه، لأن هو لحد دلوقتي ملوناش إيه القضية أو إيه الحوار اللي خلى شيماء واللي هي تعتبر دي رأس الحرب القصة نفسها إن هي تخش السجن، وطبعا تخش مع أختها واللي هي اسمها نسمة. فطبعا هنشوف باقي المسلسلات، وطبعا هقول لك ان انا هكمل لك باقي الحلقة دي ان شاء الله في اخر رمضان كده. ده بقى فيديو تأكيد يعني مش اي كلام خالص. بعد كده يجي بقى مسلسل بالنسبة لي ويعتبر مش من بعد كده مسلسلات يعتبر مسلسلات عادية، بس في مسلسل منهم ده اللي انا عايز احطه في المركز الرابع لأسباب كتير. السبب الأولاني إن هو متاخد من فيلم، والسبب التاني إن قصته والأشخاص اللي فيه هما من أكتر الشخصيات اللي بانوا من فترة بتاعت السنة اللي فاتت، وهم أيوة خالد النبوي ونور النبوي. طبعا زي ما انتوا شفتوا قبل نهاية آخر السنة بتاعت 2023 أو في بدايته يعني في 2024 في بداية 2024 نزل فيلم باسم حريف، ويعتبر من أكتر الأفلام اللي أنا حبيتها الحقيقة ليه. فطبعا يعني المسلسل بتاع اللي احنا بنتكلم عنه أكيد بتاع خالد النبوي ونور النبوي وهو إمبراطورية ميم، يعتبر من أكتر المسلسلات وكل أعضاء الناس اللي بتشتغل يعتبر من أكتر المسلسلات اللي ليها علاقة بالجو العائلي أكتر. لو جينا نبص على في مسلسل إمبراطورية ميم فطبعا انت واخد بالك من الاسم واحد يعني زي التاني. إمبراطورية ميم تعتبر من أكتر المسلسلات اللي يعتبر تم إعادة إحيائها ورجوعها تاني على هيئة مسلسل. فطبعا أنا مش محتاج أقولك إن مفيش فرق كبير قوي ما بين المسلسل والفيلم، لان انت لو يعني الفرق مش كبير، فالقصتين قريبين من بعض. الاتنين بيحاولوا ان هم يعني يعملوا سيطرة اكبر على العيال ويحققوا اللي كانوا نفسهم فيه ان هم او العيال يطلعوا على اساسه. فطبعا يعني نوع من انواع الديمقراطية يعني اللي بيحاولوا يعملوها في الفيلم برضه في الناحيتين. فانت ممكن تقول ان هو تم اعادة احياء هذا المسلسل وليس اكثر ولا اقل.
اما بقى من ناحية بقى المسلسلات الجاية، بص والله العظيم هو انا عايز اكمل معاك باقي المسلسلات، بس يعني في نقطتين كده عندي مش عارف اقولها لك ازاي. باقي المسلسلات لو انت جيت تبص عليهم فانت هتلاقي مسلسلين يعتبروا اكتر مسلسلات يعني جايبة ترند شويتين. مسلسل مثلا بتاع المداح اللي هو بتاع حمادة هلال، واللي احنا كلنا عارفينه، واللي هو طبعا يعني قصته اللي ما اتفرجش على الاجزاء اللي فاتت فاعتقد هو ضيع منه نص عمره عشان هو ما شافهمش اساسا. وفي نفس الوقت في ناس برضو خايفة من المسلسل وان هو يكون فيه كذا طلاسم او حاجات زي ما بيقولوا كده. بس لما تيجي تشوف المسلسل او تيجي تقرا تشوف الاحداث هتلاقي ان مفيش حاجه من الحاجات دي وان الدنيا تمام، بس هو الدراما والحبكه والمره دي زي ما بيقولوا فعليا هم عرفوا يكتبوا السيناريو المره دي صح. ما بقاش عباره عن قصه وجرافيك تعبان، لا هو بدأ يحسنوا شوية ان هم ما يكترش الجرافيك زيادة عن اللزوم ويركزوا اكتر على الدراما ويركزوا على الجزء الخاص والفهم الاكبر للقصة. فده يعتبر يعني نوع من انواع التحسين شويه، وده ادى ان طبعا الناس تصدق، وده حاجه كويسه في نفس الوقت انك تشوف مسلسل يتصدق لدرجه ان الناس بدات تخاف ان هي تتفرج على مسلسل خوف من فكره ان ممكن يكون في طلاسم بجد في القصه. وطبعا نتكلم بقى على المسلسل التاني وهو مسلسل المعلم. المسلسل ده يعتبر لمصطفى شعبان، واللي هو برضه مش عايز يخرج من دور الجدع وصاحب البلد والجو ده. وطبعا لأن هو يعني مسلسل حلو جدا وكل حاجة، ولكن زي ما بيقولوا هو بيتكرر برضه، يعني المسلسلات بتتكرر بس بيغيروا الفكرة الخارجية ويحطوا مكانها حوار تاني وعنوان تاني وقصة جديدة. ولكن من حيث الفكرة أو الشخصية نفسها فهو شخصية جدعة وبيحاول يمشي على أكل عيشه، وإن هو يعني نوعا ما مستوى فقير وبيحاول ينتقم أو ينتقم لأبوه من الناس اللي حاولوا يطلعوا إن هو بتاع مخدرات. وده السبب إن اللي قصاده واللي اسمه المعلم شداد. فيعني القصة كلها برضو في نفس الموقف، وإن إحنا عارفين نهاية إن هي تكون نهاية ليهم هما. وطبعا شداد هيرفع المحل وهيرجع المعلم حامد المحل بتاعه معزز مكرم، ويرجع حق أبوه من تاني ويرجع صيته ومكانه للمحلات ويرجع كل حاجة زي ما كانت. فطبيعي زي ما بيقولوا كده المسلسل نفسه زي ما هو فمفهوش أي فكرة جامدة. طبعا بقى ده كده المسلسل يعتبر المسلسل الرابع. ونيجي على المسلسل الخامس اللي هو فكرته يعني طلع شوية برا شوية عن الأفكار بتاعت كل مرة. فكرة جديدة، ولكن فكرة جديدة وأسلوب جامد جدا في إن هما يطلعوا بأسلوب مختلف طبعا. وطبعا المسلسل اللي أنا بتكلم عنه ده طبعا هو مسلسل مسار إجباري. مسلسل يعتبر من أكتر مسلسلات الروعة واللي يعني فكرتها يعني حلوة شوية. أبطال المسلسل ده طبعا أحمد داش وعصام عمرو. فيا ترى الفكرة بتاعتها يعني نوعا ما مختلفة، واللي هي بتتكلم عن أب متجوز اتنين بس الاتنين معرفوش إنه ضرر لبعض، فبالصدفة إن الأب بيعيا وبيتعب بسبب مشكلة أو حادثة نوعا ما، فبيضطر إن هو يخش يخش العناية المركزة ويطلب إن هو يشوف عياله. فبالصدفة إن الاتنين يخشوا في نفس الوقت ويشوفوا أبوه. يتفاجئوا هما الاتنين إن هما إخوات وإن هما ابن رجل واحد ولكن أم مختلفتين. فيبقوا في حالة صدمة ومش فاهمين ايه اللي بيحصل وليه هو كذب وقال الكلام ده كله. قصة حلوة فكرتها حلوة طبعا، بس يعني فاهم انت يعني في مسلسلات كتير أوي السنة دي فصعب أوي إنك تختار مسلسل معين وتفضل مركز. بس أحسن حاجة في المسلسل ده إن الحلقات قليلة وإن هو 15 حلقة بالظبط فهو مش كتير أوي. طبعا بقى قبل ما أبدأ آخر 4 مسلسلات لازم أقول لك على حاجة، في كذا مسلسل برضو موجودين ومش محتاجين نتكلم عنهم زي مثلا مسلسل صدفة أو فراولة والمسلسلات دي. فالمسلسلات دي مش عايزين نتكلم عنها وإن هي تعتبر مسلسلات عادية مش محتاجين يعني نتكلم عنها ونحكي عنها لأن المسلسلات يعني مش جامدة أوي ومش أحسن حاجة. أما بقى طبعا فلينا 4 مسلسلات ويعتبروا دول آخر 4 مسلسلات معانا في القايمة. وهو أول مسلسل معانا هو مسلسل بابا جهل لأكرم حسني، يعتبر من أكتر المسلسلات الحلوة واللي يعني نوعا ما فكرتها يعني حلوة. برضو كل مش مرة أكرم حسني بيحب يجيب لنا مسلسلات يعني تضحكنا وتخلينا يعني برا الجو شوية. أما بقى طبعا المسلسل التاني واللي احنا كلنا عارفينه بس أنا عارف إن أنا يعني سايب ورا أوي كده، وهو مسلسل الكبير. السنة دي مسلسل الكبير نوعا ما طلع بره الأوفيك بتاع البوكس بتاعه، لأن هو دلوقتي بدأ إن هو كل سنة لازم يجيب لك قصة أجنبية يعيدها لك بشكل كوميدي وساخر.
وكل المسلسلات اللي بتيجي تتفرج عليها تحس، او باقي المسلسلات والحلقات تيجي تتفرج عليها تحس ان هو بيتكلم عن كرتون فعليا، يعني تحس ان هو موجه للاطفال. ولكن برضه ممكن تقول ان هو برضه حلو، ولسه برضه في ناس خفة الدم الخاصة بتاعت احمد مكي، واللي هو طبعا اكتر الاشخاص انا بحبهم ولحد دلوقتي يعني عاجبني فيه طبعا المسلسل فيه. اما بقى طبعا المسلسل التالت واللي هو مسلسل بتاع لعنة افجيتو، ده يعتبر المسلسل التالت اللي احنا هنتكلم عنه واللي قبل الأخير. المسلسل بيتكلم عن مي، واللي هي تعتبر محامية كبيرة بتحاول إن هي تحل قضايا ومشاكل ونوع من أنواع المشاكل عادية. وأخيرا وليس آخرا، آخر مسلسل هتكلم عنه، عارف إن هو مسلسل يعتبر مفاجأة لينا كلنا، لأن الممثل في المسلسل ده أصلي ممثل قديم. أيوة، المسلسل بتاع تاب البهجة من أكتر مسلسلات الحقيقة، يعني مش عارف أقولها لك إزاي، بس هو حلو وفكرته عادية. مسلسل عادي بأسلوب قديم زي بتاع التسعينات، لممثل من قرن التسعينات ومن أفضل الممثلين حاليا ولحد دلوقتي. يعني لو فضل معانا برضو عارف إن هو يخلوه يمثل مسلسل بجد، مش مسلسل من إنتاجه تأليف أيام زمان. فعلا ممكن يوصل لنفسه في حتة تانية خالص. وبس كده. طبعا هو انا كنت عايز اتكلم عن الاعلانات يعني، بس انا شايف ان الاعلانات مش محتاجين نتكلم عنها الحقيقه. انا بس عايز ابلغ حاجه مهمه، بما ان ده يعتبر اول فيديو ليا. حابب اقول لك اولا كل سنه وانت طيب وعيد سعيد، ويا رب تفضلوا بخير وبصحه وسلام طول الفترات اللي فاتت وان شاء الله الفترات اللي جايه. وطبعا يعني منتظرين العيد بفارغ الصبر. فانا حابب اقول لك ان لينا فيديو كمان في العيد، فهحاول على قد ما اقدر انزله لا تاني يوم لا تالت يوم العيد، لان اول يوم العيد ده احنا كلنا بنفرح فيه، فمستحيل ان انا اسيب الفرحه واجي اقعد اسجل فيديو. بس يعني هحاول ان انا اسجل فيديو قبليها واخلصه وانزله في الفتره دي. اما بقى طبعا في النهايه واللي حابب اتكلم فيها يا عزيزي المتابع، متنساش طبعا تعمل اهم حركه كل الناس بتتمناها، وهو اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. وتقولي طبعا رأيك أحسن مسلسل أنت اتفرجت عليه واللي حابب تقول رأيك فيه. ولو حابب إن أنا أحكي قصة أو أشرح مسلسل من المسلسلات دي، فأنا عينيا ليك يابا، لأن أنا الحقيقة يعني بحاول أفكر في أفكار كتير، بس يعني لما تيجي منك أنت ويكون أنت دي الحاجة اللي أنت عايزها هعملها لك عشان بس حضرتك وعيون حضرتك. طيب، ثم في الأخير ونقول لك goodbye my friend and see you next video.